يا اما بيبقى لونه اصفر، ازرق، وردي، واتيفر اللون. ده الغطاء اللي انا هفتحه وابدا املى السرنجه من المحلول بتاعي واضغط فيه المحلول، علشان لما هضغط المحلول اي جلطه موجوده في الوريد هتطلع بره الكانيولا، مش هتدخل جوه الوريد. دي اول خطوه هعملها. تاني خطوه هعملها ايه واللي انا المفروض هكون محضراها؟ الآلة دي اسمها ساليسوليد، دي بتتباع في أي مكان بتاع أدوات أو مستلزمات طبية. الدكتور كاتب لي على 20 مللي، كاتب لي على واتيفر المحلول، كمية المحلول اللي أنا محتاجاها أو الأليف محتاجها في المرة الواحدة. فأنا هعبي من المحلول دوت الساليسوليد ده وهعلقه، هيتاخد في ربع ساعة، هيتاخد في نص ساعة، هيتاخد في ساعة. أنا ببدأ إن أنا من العجلة دي ببدأ أعلي ووطي الريد بتاعي عشان أبدأ أتحكم في كمية المحلول اللي داخلة الوريد في الدقيقة. معايا ستوب ووتش أنا حطاها مسجلة عليها الوقت اللي هيتاخد فيها المحلول. خامس خطوه والاخيره، الكولر ساعتها مش هيبقى رفاهيه لو الكلب او القطه بتاعي شرس او بيخاف زياده عن اللزوم. ده فايدته ايه؟ انا هلبسه حوالين رقبه الحيوان الاليف، هيحميني ان الحيوان الاليف ما يعضش او ما يطلعش الكانيولا اللي في ايديه، لان هو بيبقى متضايق منها، ومش معناها ان هي بتؤلمه، هو بس مجرد ان هو متضايق من وجودها. دي اول حاجه، فهتحافظ لي عليها وقت اكبر في الاستخدام، هيحميني من اي عضات او من اي خربشه هو ممكن يعملها اثناء ما هو بياخد المحلول، فهحافظ ان العمليه تتم بسلاسه وسلام من غير اي مشاكل.